تاني يوم في دهب، وبجد ما كنتش متوقعه خالص ان تجربه السفر لوحدي تبقى عامله كده. سيبكم من ان انتوا تخرجوا لوحدكم، بس السفر لوحدكم ده بجد ليفل تاني، انكم تختاروا تتبسطوا، طاقتكم وفرحتكم، الوقت اللي انتوا بتقضوه ما يبقاش معتمد على اي حد. بجد ده احساس حلو قوي. المهم انا صحيت ولبست وجهزت وفطرت في الاوتيل، وبعدين رحت اشرب القهوه بتاعتي كالعاده، وكانت بجد تحفه. وبعدين اتحركنا على الثري بول، منظر الجبال مع البحر مع الجمال بجد ما كانش طبيعي. وبعدين رحنا عشان نعمل سفاري، وانا مش مستوعبه كميه الشاي اللي انا شربتها في الرحله دي. احلف لكم بايه ان انا ما بحبش الشاي. المهم ريحنا وبعدين طلعنا على الجبل، وبجد المنظر من فوق كان خطير، بغض النظر يعني عن المرمطه اللي اتمرمطتها. ركنا بقى من هناك عشان نروح اليخت، وبجد دي كانت من احلى الحاجات اللي انا عملتها في دهب. الفيو كان خطير والجو كان خطير. نزلت كمان عملت سنوركلينج واتبسطت قوي. كنت بحاول اصور يا جماعه، بس بعد ما خلصت اكتشفت ان الصور ما كانتش زي ما انا كنت متخيله. معرفش ايه حصل في الكاميرا. طلعت غيرت، ودي كانت الاوتفيت بتاعتي. لو عايزين تسافروا لوحدكم وخايفين من احساس الزهق، في ارك ايجيبت بجد مش هيسمحوا لكم اصلا تحسوا بالاحساس ده. وارسمك على كتفي تاتو. خلصنا رحله اليخت ورجعت غيرت، بجد الاوتفيت كانت خطيره والميك اب كمان. رحت الممشى واكلت ايس كريم كان حلو قوي. بعدين قعدت شويه على البحر ولعبت مع الكلاب وبس كده. اشوفكم في تالت يوم. باي باي.